جميل. آخر شيء يعني الأخ الجزائري حكى هل هناك يعني دول أخرى مستهدفة؟ أنا بحكي لك أنا أعرف ومتيقن أنه كانت الجزائر موضوعة على قائمة الاضطرابات بعد سوريا، ولازم الجزائريين يصلوا ليل نهار لسوريا لأنها صمدت. والله لو ما صمدت سوريا الآن الجزائر لكان وضعها صعب جدا. أسسوا محطة تلفزيون خاصة حتى تتولى اللي هو تثوير الشعب الجزائري وتكرار ما حصل في سوريا وفي ليبيا وفي دول ثانية يكون في الجزائر. يعني هل هذا صح أو غلط؟ هذا أنا المعلومات اللي أنا بعرفها شخصيا ومتيقن منها. حابب ناخذ رايك فيها. لو تشوف انت وتمركز المجموعات الارهابيه عندك في تونس على الحدود الجزائريه، في شمال مالي على الحدود الجزائريه، وفي ليبيا على الحدود الجزائريه، وكانما المخطط القطري السعودي هو ضرب الجزائر لجرون مورسو، لانه اذا يطيحوا الجزائر في المغرب العربي يطيح الكل بالتاكيد. هل عندك معناها شو رايك في هالافتراضيه لا صحيحه جدا. احنا بتعرف ماذا يعكس الدول يعني ايرادات الدول السياسيه اعلام الطاقه العربيه او جريده الحياه تتبنى الجياع وتحط في الصفحه الاولى كانها متبنيتها وقت الجزيره تتحدث ما يحدث في الجزائر، وتوهم عملوا قناه في لندن نعم يمول امير قطر مهمتها صباحا مساء تتحدث عن الجزائر بشكل سلبي. قناه المغاربيه المغاربيه انا استدعوني 4-5 مرات يعني في اصدقاء خطهم او تحليلي العلمي الموضوعي ما عجبهمش ما عادوش يستدعوني، هم طبعا احرار. لكن وهذه موجهه للجزائر، موجهه هي اسمها المغاربيه لكن موجهه صباحا مساء للجزائر، واضح التمويل القطري لزعزعه الجزائر.